الشهيد أحمد محمد المولود ولد في بغداد عام 1950. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، وبعدها دخل كلية الهندسة قسم الكهرباء. تخرج منها بتفوق. اعتقل الشهيد على يد المنظمات القمعية للنظام البائد عام 1980. حجز في سجن معسكر الرشيد، ثم نقل إلى سجن أبو غريب، وقضى هناك مدة 3 سنوات، وفيها تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، ثم أعدم عام 1983 ضمن شهداء سجن أبو غريب.